شنيعة إذا وجدت حربا لله ورسوله وحربا لدينه وحربا لعباد الله المؤمنين. في رمضان النبي يقول: من لم يدع قول الزور عمل به والجاه ليس للحاج يدع طعام وشراب. وهؤلاء فعلوا أعظم الزور، قتلوا دماء البرية بلا سبب وبلا حق، وإنه ظلم وعدوان. أفزعوا الصائمين، كدروا صفوا عبادتهم، فعلوا ما يريدون الأمن ويريدون الإخلال بأمننا، ولكن ولله الحمد أن الله له بالمرصاد، فقد كبتهم الله ودفع ما كان أعظم وأشد، والصوت واللحم منتبهة لهم، وللحمد قد حصل ما حصل، والحمد لله رب العالمين على كل حال. إن هؤلاء المجرمون لا يشك مسلم أنه خطأ وأنه جرم وأنه ضلال وأنه حرب لله ورسوله. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون هؤلاء حاربوا الله ورسوله وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام المباركة، كلها يدل على خبثهم وسوء معتقدهم، وأنهم فئة مجرمة زين سوء أعمالهم والتصرفات الخاطئة، وربهم الأعداء بأفكارهم السيئة، التربية الضالة، مما يدل على وجوب اعتناء بشبابنا والحرص عليهم وعلى من يجالسهم ويصاحبهم.